في معلومات مغلوطة في الماركت بتقول إن المطور الصغير بيبيع بسبب إن المطور الكبير بيزود في أسعاره، ودي معلومة مش حقيقية. في معظم الأحيان المطور الصغير بيكون عنده فرصة، وبالذات للمستثمرين اللي داخلين السوق جديد أو لأول مرة بيستثمروا، عشان بيكون عنده تسهيلات أكتر من المطور القديم اللي ثبت نفسه اوريدي في السوق. ورفع الأسعار من المطورين الكبار دايما بيصب في مصلحة المطورين الصغيرين وفي مصلحة المستثمرين الجداد، لأن المطور الصغير ما بيكونش عنده القدرة إنه ياخد المبادرة ويرفع الأسعار، حتى لو هيكون على حساب إنه يوفر من أرباحه. ولما الهوت لوكيشنز والبرايم لوكيشنز أسعارها بترتفع، المطورين بيرفعوا الأسعار، وبالتبعية اللوكيشنز الأخرى كمان اللي هي كلاس بي وكلاس سي كمان أسعارها بترتفع. فارتفاع الأسعار مش حكر على المطورين الكبار أو هم اللي يقرروا السعر بيروح فين واتجاه السوق هو اللي بيتحكم في الأسعار، والمطورين الصغيرين كمان بيتأثروا بعوامل السوق زيهم زي كل الناس. فملخص الموضوع، ما تخليش موضوع إن مطور صغير أو مطور جديد يخوفك أو يخليك تبعد عنه، لأن ساعات كتير بيكون في فرص حلوة مع المطورين الصغيرين والمطورين الجداد، بس أنت ما بترضاش حتى تستكشف الفرصة وتضيعها من إيدك. الفيصل الوحيد في موضوع المطور الصغير والمطور الجديد، طالما المطور عنده حساب ضمان وانت بتحط فلوسك تحت تصرف الدولة وتحت تصرف القانون، يبقى انت في امان تام. ودايما ما تنساش، خلي معاك دايما مستشار عقاري شاطر وفاهم وواعي، يقدر ينصحك ويقدر يفيدك. ما تترددش انك تتصل بيا لو محتاج اي استشارة، او ابعت لي على الواتساب. اعمل اللايك واعمل الفولو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. شكرا، مع السلامة.